بهذا الفيديو راح نعطيك افضل 3 طرق تقدر تستخدمها للنوم بالدراسة برمضان، واللي واحد من هذين الطرق راح تخليك تدرس لمدة 9 ساعات كاملة. طبعا بعد ما اجى رمضان بفترة الدراسة اكثرية الناس قالوا انه هاي بعد رمضان خلاص وبعد ما حد يقدر يستمتع بيه وبعد خرب وبعد ما تقدر تعيش ولا هذا، وقرر يترك كل شيء وبعد يأيس من الحياة كلها ويترك الدراسة. طبعا انت تقدر تغير هذا الشيء وتقتنع في شيء ثاني او تغير نظام نومك، مثل الطريقة الاولى اللي هي انك تنام الساعة ب8 اول ما تكمل فطور مباشرة تنام تقعد، اول ما تقعد ب3 تتسحر، بعدها تظل تقرا وتصلي الفجر من لحد ما تروح المدرسه، واول ما ترجع تبدي تتعلم مهاره، واللي حيكون اكو فيديو قادم عن هذا الشيء، يمكن يطلع لك بعلامه الاي الفوق لهنا او هنا. اول ما ترجع المدرسه تقدر تقرا او تقدر تنام لك فد ساعتين، ورا ما تصير الساعه ب3 تقدر هنا تشوف او اذا اهلك دزوك على شيء او اي شيء، وراها تقدر هم تكمل قرايه لحد ما ياذن الساعه ب7 وتاكل وتنام. طبعا هذا النظام انا حستخدمه برمضان هذا الحال لان اتعلم مهارات جديده واشياء هوايه. اما بالنسبه للنظام الثاني اللي هو انك تنام اول ما ترجع من المدرسه الساعه ب1 وتقعد الساعه ب7، بعدين نصر الساعه ب8 تقدر تنام فد ساعه او ساعتين، اذا قعدت مثلا بال10 او بال11 تقدر تقرا منه لحد ما تروح المدرسه. هذا النظام هم حلو. وعندك هم النظام الثالث اللي هو انك تتعايش ولكنه اكو شيء اسمه رمضان اصلا، اول ما تكمل تصير الساعه ب10 تنام تقعد بال6 تروح المدرسه وتعيش حياتك طبيعي. هذا النظام حلو، بس سلبيه هذا النظام انه ما يحسسك بمتعه رمضان والاشياء والفعاليات اللي حتصير. بس شنو الفعاليات اللي تقدر تسويهن؟ تقدر تشوف هذا الفيديو الموجود يمك هنا.